هنجرب النهارده اغرب ساندوتش برجر ممكن اجربه في حياتي، سماش برجر بالعسل. الساندوتش ده من ترشيح اونر سماش ان، وقالوا لي ياروني فايتك كتير، ده اجمد ساندوتش ممكن تجربيه عندنا. فيلا بقى بينا نجرب ساندوتش الهاني سماش برجر من سماش ان ونشوف هل يستاهل التجربه ولا لا. يلا طلبنا بينا. الاوردر بتاعنا، وحقيقي الاوردر ما اخدش وقت كبير في تجهيزه. وصل الاوردر، متحمسه جدا للتجربه. يلا ده بينا. شكل الاوردر. الساندوتش متغلف كويس جدا عشان يحتفظ بالحراره اكبر وقت ممكن، وبيجي معاه 2 صوص، وبيجي معاه كميه بطاطس محترمه جدا. واحلى حاجه البطاطس بتنزل سخنه ومش شاربه زيت خالص، مع صوص الباربيكيو بتاعهم. بجد البطاطس عندهم عالميه، انا بحبها قوي وما اقدرش اخلصها من الكميه بتاعتها بصراحه. ندخل بقى على الساندوتش الاساسي في تجربتنا النهارده، ساندوتش الهاني سماش برجر. انا طلبته دبل، شريحتين من السماش برجر، عليهم كميه من لحمه الانتركوت، عليهم صوصات سماش ان المميزه، واخر حاجه بيحطوا معلقه صغيره من العسل عشان تدينا السويتنس اللي قالوا لنا عليه. بصوا يا جماعه، عيش البريوش بتاعهم طازه جدا، بجد بعشقه. نقول بسم الله وندوق. الساندوتش خطير، الساندوتش عجبني جدا. اصلا البرجر عندهم تحفه، لحمه البرجر عندهم مميزه قوي، لكن في ملحوظه صغيره ان لحمه الانتركوت كانت محتاجه تستوي اكتر، كانت بتشد شويه وانا باكلها. هي دي الملحوظه بتاعتي بس في ساندوتش الهاني برجر. غير كده فهو ساندوتش خطير، وخصوصا بقى الكراملايزد اونيون بتاعهم بجد حته تانية. لا يا جماعه، الساندوتش ده ما ينفعش يفوتكم، جربوه على ضمانتي. بس وانتوا بتطلبوه قولوا له ظبط تسويه اللحمه الانتركوت. بس كده، دي كانت تجربتنا النهارده من سماش ان. عجبني جدا، اكرر التجربه تاني. حقيقي كل تجربه جديده من عند سماش ان بتبقى اجمد من اللي قبلها، بجد خطير. هستناكم انتوا كمان تجربوه وتقولوا لي رايكم في الكومنتس. يلا باي باي، بون ابيتي، روني المصري.